بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أشراط الساعة. ومن علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان نفي المدينة لشرارها ثم خرابها في آخر الزمان. حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكن المدينة ورغب في ذلك، وأخبر أنه لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه. وأخبر أن من علامات الساعة نفي المدينة لخبثها، وهم شرار الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. في آخر الزمان أيها الأحبة تترك المدينة ولا يبقى فيها إلا السباع والطير. روى الإمام مالك من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيبول على سوار المسجد أو على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للطير والسباع. والعبرة العظيمة يا أحبة من هذه العلامة أن البركة ليست في المكان بذاته، بل في التمسك بالدين. فالمدينة نفسها مع شرفها يخرج منها الناس حين يضعف الإيمان وتغلب الدنيا. وفي ذلك يا أحبة تحذير من الغفلة وتنبيه إلى أن الثبات على الحق هو النجاة الحقيقية، لا مجرد الانتساب للأماكن والأزمنة. ومن علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الله تبارك وتعالى يبعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله الله، ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وقد جاء في صفة هذه الريح أنها ألين من الحرير، ولعل ذلك من إكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين في ذلك الزمان المليء بالفتن والشرور. وقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج: إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، أي أن الإنسان يجامع في الشارع ولا يخشى الناس كأنه بهيمة، فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال، ثم ذكر الحديث: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة ابن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله تبارك وتعالى ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. وقد دلت الأحاديث على أن ظهور هذه الريح يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال وهلاك يأجوج ومأجوج. وآخر علامات الساعة الصغرى أيها الأحبة، وهي من أعظم هذه العلامات وأشدها وقعا في القلوب، هدم الكعبة المشرفة في آخر الزمان، ذلك البيت الذي هو قبلة المسلمين وأقدس بقاع الأرض وأول بيت وضع للناس لعبادة الله تبارك وتعالى. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وفي رواية: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. وهذا الحديث يا أحبة صريح في أن رجلا من الحبشة ضعيف البنية في الظاهر لكنه شديد الجرأة
يأتي في آخر الزمان فيقوم بهدم الكعبة هدما كاملا وينزع كسوتها ولا يبقى لها حرمة في قلوب الناس كما كانت. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الحدث لا يكون إلا بعد رفع القرآن من الصدور والمصاحف وذهاب الإيمان من القلوب وترك الناس للحج والطواف، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله ولا من يعظم شعائر الله، وحينئذ ترفع حرمة الكعبة فيسلط الله عليها هذا الرجل فيهدمها بلا مقاومة من أحد ولا إنكار. ومن أخطر ما في هذه العلامة أن الهدم لا يقع لأن العدو قوي، بل لأن الناس فقدوا الغيرة على الدين ولم يعد فيهم من يدافع عن مقدسات الإسلام. بهذه الحلقة يا أحبة نطوي صفحات العلامات الصغرى وصفحات مليئة بالعبر والمشاهد التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فرأينا كيف تتشابه الأزمنة وتتكاثر الفتن وتضعف القلوب وتعلو الدنيا في النفوس، حتى صار كثير مما أخبر به صلى الله عليه وسلم واقعا نعيشه أو نراه بأعيننا. ولم تكن هذه العلامات حكايات تروى ولا أخبارا للتسلية، بل كانت رسائل إنذار توقظ القلوب الغافلة وتثبت المؤمن وتذكرنا بأننا نسير في طريق له نهاية، وأن هذه الدنيا مهما طال أمدها فهي إلى زوال، وأن أعظم الخسارة أن تعرف العلامات ثم لا تعتبر. ومع هذه الخاتمة نفتح بإذن الله عز وجل بابا أعظم وأخطر، وهو الحديث عن أشراط الساعة الكبرى، تلك الأحداث التي تغير وجه العالم وتزلزل القلوب وتسدل الستار الأخير على رحلة البشر من هذه الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعناه علما نافعا وإيمانا راسخا وعملا صالحا لا مجرد معلومات، وأن يرزقنا الاستعداد ليوم اللقاء، وأن يجعلنا ممن إذا قامت الساعة وهم أحياء كانوا على طاعة لا على غفلة ولا على حسرة. إلى هنا انتهت أشراط الساعة الصغرى، وللحديث بقية عن أشراط الساعة الكبرى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.